البروثرومبين تايم والأوبستراكتيف جوندس. السؤال: ليه بيحصل عندي prolonged بروثرومبين تايم في حالة الأوبستراكتيف جوندس؟ قالك بص، لازم تبقى عارف إن البروثرومبين ده بيتم تصنيعه في الليفر، في الكبد، وبالتالي لو عندي أي مشكلة في الليفر بتاعي، يعني عندي ليفر ديزيز، هنا هيبقى عندي مشكلة في تصنيع البروثرومبين. تمام؟ طيب، لازم تكون عارف ان تحليل البروثرومبين تحليل مهم لتقييم كفاءة الاكسترينسيك باسواي. بنشوف فيها فاكتور 7 وفاكتور 10 وفاكتور 2 اللي هو البروثرومبين، وفاكتور 1 اللي هو الفايبرينوجين. وبرضه لو عندي اي مشكلة في الفاكتور دي، بالاخص فاكتور 7، هيحصل عندي prolonged BT. نركز مع بعض ونكمل. ركز معايا بقى. في حالة الأوبستراكتيف قالك الكبد هنا مفيش فيه أي مشكلة، يعني بيقوم بدور التصنيعي بشكل ممتاز جدا، وبرضه الفاكتورز مفيهاش أي مشكلة الخاصة بالمسار الخارجي. طب هنا السؤال: ليه بيحصل عندي prolonged prothrombin time؟ قالك الموضوع بكل بساطة إن لما بيحصل عندك انسداد مراري، الانسداد ده هيمنع نزول الأحماض الصفراوية للأمعاء. طب الأحماض الصفراوية دي دايب فيها مين؟ قالك دايب فيها فيتامينز زي فيتامين كي. واحنا عارفين ان البروثرومبين بيعتمد في افرازه على مين؟ قالك على فيتامين كي، وبالتالي هيحصل عندي مشكلة في الموديفيكيشن الخاصة بالفاكتور، وبالتالي هيزيد زمن البروثرومبين تايم. ودي حالة مؤقتة بتختفي بمجرد انتهاء عملية الاوبستراكشن دي كانت حلقة النهاردة. أتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن أناليسيس. باي.